في مشاهد طبعا لإلقاء القبض على بعض المواطنين. هنشوف دلوقتي مشاهد الانسحاب جايه بعد شويه، مشاهد الانسحاب بالكامل. يعني اذا الانسحاب منظم يبقى اذا لابد ان تكون هناك تعليمات، يعني مش حاجه اسمها عساكر تيجي لا في انسحاب عشوائي. لا انا عايزك بقى تشوف المشهد ده كده، اتفضل. انزل يالا. نجيب عربيات ايه؟ مين ايه؟ طبعا مريض. يا لهوي مريض. محمود انت حصل لكم حاجه؟ في حاجه عندكم؟ ولا عندنا طيب؟
بقية شارعهم منذ 48 ساعة، فهم في مناوبة دائمة للحراسة خوفا من امتداد أيدي عصابات السلب والنهب التي انتشرت في مصر مع بدء الاحتجاجات الشعبية إلى ممتلكاتهم البسيطة، وسلاحهم في ذلك الهراوات والعصية، وفي بعض الأحيان أسلحة بيضاء محظورة قانونا. احنا سهرانين طول الليل، ما بنروحش اشغالنا، ما بقاش خلاص بقى في مدارس ولا في اشغال ولا حاجه، كانت شغلتنا طول الليل لحد الصبح هي الحراسه، واقفين تحت البيوت ماسكين عصي وشوم، واللي ماسك سكينه صغيره بتاعت المطبخ عشان نحمي بيوتنا باي طريقه وسلام. انا قاعده باكل عيالي في الشارع بايته طول الليل، انا سرقت، يعني انا بايته طول الليل السرقه والحاجه. قلت امبارح وانا روحت انام ساعتين، قلت امبارح خدوا الحاجات، انا جايبه حاجات ب 2000 جنيه خدوها مني من هنا. كل واحد خرج باي حاجه كانت معاه، اللي ماسك شومه، اللي ماسك حديده، اللي ماسك سلكه، اللي ماسك اي حاجه، دفاع عن النفس هنا ودفاع عن النفس حق مشروعنا. الشباب اللي ماسك سلاح هنا للمتخربين اللي بقى يسرقوا من المستشفيات ومن المدارس طول الليل. لجان الأمن الشعبي بات ظاهرة في الشارع المصري وتزداد وتيرتها خلال ساعات الليل رغم فرض حظر التجوال، بعدما أثبتت الأيام الأخيرة للمواطنين أن عصابات السلب تعمل بشكل منظم ومسلحة جيدا، بل وتقطع الطرق الرئيسية، ما أضفى في نفوس الكثيرين رغبة من ترك أطفالهم للبحث عن رغيف خبز أو حتى الذهاب إلى العمل. كان في عربيه جيب ماشيه فيها شويه شباب من قطاع الطريق ومعاهم طبنجات وضربوا نار، ومجموعات كبيره نزلت من الشباب. يعني على سبيل المثال مؤذن المسجد دخل قال الله اكبر الله اكبر استغاثه، الناس كلها نزلت من البيوت تجري ورا البلطجيه وطردوه من المنطقه، ولو ما عملناش كده ما البلطجيه هيتهجموا على البيوت. انا بس خفيف لو لقوا كده بسكينه ولا بسيف هيخشوا يكسرونا ياخدوا ايدينا. القوات المسلحة حددت رقما لتلقي استغاثات المواطنين، وعندما حاولنا الاتصال به لم يجبنا أحد، ربما لضغوط الاتصال. أما هؤلاء فلم يعد أمامهم إلا الدعاء لتمر الأزمة بسلام، ومع كل نهار يشرق فترة راحة قصيرة قبل بدء المناوبة القادمة. بنطالب الجيش ان هو يعني يدخل باعداد يعني كبيره شويه اللي بيها مثلا الناس تحس بالامان والناس تمشي مطمئنه. الشرطه تطلع مره واحده كده وتسيب الاماكن بتاعتها وتسيب الاهالي عرضه لكل هذه المشاكل. هل دي بتعليمات واختفت؟ هل دي بتعليمات؟ هل ده وسيله لتأديب الشعب المصري والترويع؟